فيه هدوء وسكون مش طبيعي. يعني في نفق من المسجد لحد قلعة صلاح الدين، وده باب المأذنة. نطلع المأذنة عشان نشوف القاهرة كلها من فوق. بسم الله. إن في عمود جاي من معبد يهودي عليه نقوش فرعونية. جاهزين للقطة اللي أنا متحمس لها أوي أوي أوي، إن أنا هطلع دلوقتي المأذنة، ولكن أنا مش هكتفي بده وهكمل طلوع في المأذنة. أنا عايز أطلع آخر قمة في المأذنة. شايفين المأذنة من الآخر فيها حديد، فيها سلم حديد، ولكن هكمل. الطنبغة المعداني كان مملوك شهكسي، بدأ عبد لكن طلع بسرعة في السلم السياسي لحد ما بقى أمير كبير في دولة المماليك. خدم في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وكان من أقرب رجالته وتولى مناصب مهمة في الجيش والإدارة. كان راجل غني ونافذ، وقرر إن هو يخلد اسمه ببناء واحد من أجمل مساجد القاهرة، وده اللي هيخلينا نبدأ حكايتنا النهاردة. أهم حاجة خلونا نوصل الفيديو ده ل5000 لايك عشان ده دعمكم واللي مخليني مكمل. تخيل تبقى ماشي في منطقة شعبية وفي وسط الإيحاء الشعبية دي ويقابلك مسجد بالواجهة العظمة دي. وهو مسجد الطنبغة المعداني. مسجد اتنشأ سنة 740، ومازال المسجد محتفظ بالعظمة بتاعته وألوانه، والنقوش اللي لسه موجودة لحد الآن بقالها 700 سنة. ده واحد من أجمل وأنضع المساجد اللي اتبنت في عصر المماليك، مسجد الأمير الطنبغة المعداني. المسجد هنا اتبنى سنة 740 هجري، يعني حوالي 1339 ميلادي. اللي بناه كان أمير مملوك اسمه الطنبغة المعداني، وكان من المقربين للسلطان الناصر بن قلاوون، وكان غني جدا، وقرر ان هو يصرف على المسجد دوت من ماله الخاص. عشان كده المسجد كل تفاصيل فيه بتدل على العظمة من الجمال اللي الواحد موجود فيه دلوقتي. شايفين جمال المسجد؟ دي الميضة بتاعت المسجد، شكلها جميل جدا. شايفين التصميم؟ طبعا من اجمل المناظر اللي موجودة هنا ان بتلاقوا الحمام بينزل بياكل من هنا، بتلاقوا حمام كتير جدا، فالمنظر بيبقى جميل قوي. طبعا هدوء المسجد زي ما انتوا شايفين، فيه هدوء وسكون مش طبيعي. ده غير ان الوان المسجد بتخطف عينيك في كل مكان وفي كل ركن. الغريب بقى في المسجد هنا ان هو فيه نفق. النفق ده اللي بينزل منه بيوصل لحد قلعة صلاح الدين. يعني في نفق من المسجد لحد قلعة صلاح الدين، ولكن النفق ده مقفول حاليا، فانا ما ينفعش انزل فيه، ولكن ده مدخل من مداخل النفق. انتوا مستوعبين متخيلين ان النفق من المسجد من هنا تفضل ماشي فيه بيوصلك لغاية قلعة صلاح الدين. المسافة من هنا لغاية قلعة صلاح الدين المسافة مش صغيرة، مسافة طويلة جدا. واللي انا سمعته كمان ان المكان من تحت المسجد هنا فيه غرف ومكتبة من الكتب القديمة جدا، ولكن المكان مقفول حاليا. ما شاء الله من العظمة اللي في المسجد هنا ان كله نقوش بالقرآن. يعني تعالى ناخدها من اولها كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
دي بقى الآية هتفضل بتكملتها لحد النهاية. ما شاء الله كل ركن في المسجد منقوش عليه بالقرآن الكريم وبالآيات القرآنية. دي الجزئية في المسجد اللي الناس بتصلي فيها، ولكن الجانب التاني اللي انا صورت فيه ده الجانب اللي فيه طلوع المأذنة واللي فيه النفق اللي انا قلتلكوا عليه. تعالوا بقى ايه نتفرج على تفاصيل المسجد الجميلة. تفاصيل المسجد جميلة جدا، حتى الشبابيك معمولة كده بإزاز ملون بيديك إحساس بالجمال كده وراحة في المكان. هنا بيبان من أبواب المسجد، وهنا جزء مكتبة من المصاحف. مسجد موجود فيه نقوش جميلة جدا. المكان كله متزين من خشب من انواع الجوز، اسمه خشب الجوز، وطول ما انتوا ماشيين هتلاقوا كتابات مكتوبة بكوفي. من اجمل الاسقف اللي شفتها في مساجد القاهرة كلها، سقف معمول بنقوش مذهبة شكلها جميل جدا. مسجد كله نقوش. هنا باب من ابواب المسجد. كل تفصيلة في المسجد فيها جمال وعظمة من التصميم الاسلامي. وده باب المأذنة، نطلع المأذنة عشان نشوف القاهرة كلها من فوق. بسم الله بسم الله. كده احنا طالعين المأذنة بتاعت المسجد. السلالم زي ما انتوا شايفين كده سلالم حلزوني، لأن المآذن بتبقى مدورة طبيعي، بس أنا متحمس للمنظر اللي هشوفه أول ما هطلع. يعني انا اول ما اطلع المأذنة هنا فمش متخيل ايه اللي هشوفه من فوق. بسم الله. يا الله يا الله على ساحة المسجد من فوق. ساحة المسجد الفوق في قمة من الجمال. يا على الخيال يا الله. مأذنة ايه، لسه هنطلع المأذنة، ولكن بعد ما اكتشف ساحة المسجد. تعالوا نبص على المسجد من فوق. يا الله على الجمال. دوبامين، احساس جميل قوي ان الواحد يبقى موجود فوق العظمة دي. واول ما اشوف قبة من فوق، دي قبة المسجد. يلا نكتشف بقية الساحة. انا بصراحة اول ما اطلع هنا واول ما اجي المسجد دوت، ولكن مسجد التنبوغة المعداني حاجة ولا الخيال من جمال وتصميم. حاجة كده بتدل على العظمة من التراث الإسلامي.
احساس عظمه قوي ان انا متواجد فوق سطح المسجد، لان المكان ده مش اي حد بيطلعه، عشان كده انا متحمس قوي. ودي القبه دي اللي هي بتبقى باينه من المسجد من تحت، كلها نقوش معموله بالذهبي. جاهزين للقطه اللي انا متحمس لها قوي قوي قوي، ان انا هطلع دلوقتي المأذنه بتاعت مسجد الطنبغه المعداني. يلا بينا نطلع المأذنه. شايفين ده شكل المأذنه اهو من تحت، ولكن انا واقف على سطح المسجد ومش شايف الفيو من فوق لان السوق عالي، فعشان كده هطلع المأذنه وأوريكم الفيو كله من فوق. يلا بينا. بسم الله. بسم الله. دي نظام، دي شبابيك تهوية تبقى معمولة في المأذنة. يا الله. دي جزئية من المأذنة هندخل فيها نشوف الفيو عامل ازاي منها، وبعد كده هنكمل باقي المأذنة. يا الله يا الله على الجمال. شايفين المسجد من هنا وجمال المسجد وجمال القبة من هنا. يا الله على الجمال والمنظر اللي انا فيه. احساس صعب اوصفه بصراحة، بس الاحساس ده انتوا مش هتحسوه لما تجربوا، لما تجربوا تطلعوا هنا بنفسكم من جمال الوان المسجد وساحته اللي باينه من فوق. يعني بصوا، شايفين جمال المسجد والميضه والوان المسجد وسماء القاهره كلها من فوق. يا الله على الجمال والفيو اللي الواحد فيه. شايفين دي منطقة الدرب الأحمر كلها من فوق. شايفين الجمال؟ يا الله. ولكن انا مش هكتفي بده وهكمل طلوع في المأذنة. انا عايز اطلع اخر قمة في المأذنة، عايز اشوف الفيو هيبقى عامل من فوق ازاي. يلا بينا نطلع بقى المأذنة. بسم الله. المهم انتوا اهم حاجة هنا انتوا بتاخدوا بالكم وانتوا طالعين، لان هو يا دوب السلم لسان صغير كده اللي هو بياخد نص رجل الانسان وطن. بسم الله بسم الله. شايفين المأذنة من الآخر فيها حديد، فيها سلم حديد، ولكن هكمل. أنا عايز أطلع آخر نقطة في المأذنة، أنا عايز أشوف الفيو عامل إزاي. جمال يا جمال. حرفيا القاهرة كلها باينة من فوق. يا الجمال.
وحاليا من اعلى قمة من مسجد الطنبوغة الميداني. احساس بالعظمة. القاعة حرفيا كلها من فوق، القاعة كلها من فوق. يا الله. والوقت اللي انا طالع فيه جميل جدا ومساعدني مع شعاع غروب الشمس الجميل اللي موجود هذا. شايفين القمر بجد احساس جميل قوي، واتمنى ان انتوا تجربوه. انا بصراحه كنت متحمس قوي، ولكن لما خدت التجربه بنفسي يعني كلمه دوبامين من السعاده ما تتوصفش. بصوا بقى النزول صعب جدا، شايفين؟ يعني لازم تنزلوا بالجنب وتكونوا باصين تحت رجلكم كويس جدا، عشان اللي مش هياخد باله كويس يتزحلق وربنا يسترها. عالجمال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يا الله. القاهرة كلها من فوق. المسجد الجميل العظمة ده بقاله 700 سنة، انتوا متخيلين؟ بقاله 700 سنة. الحاجة اللي كان نفسي اعملها قوي هنا ان انا كنت انزل النفق ده. خلي بالك ان هنا نسلمه كده وكده، يعني رجل كده ورجل كده، رجل كده ورجل كده. بص اول النفق من هنا ماشي يمين. الواحد مش متخيل ان نفق من هنا، يعني من الضرب الاحمر ماشي لحد قلعة صلاح الدين، يعني مسافة مش قليلة، مسافة بعيدة جدا. وكمان نفق صغير، يعني مين عنده نفس اصلا اللي هو يمشي في نفق المسافة دي كلها؟ ده كيلوهات، ده كام كيلو يعني حلوين. اكتشاف بقى اللي محدش يعرفه ان في عمود جاي من معبد يهودي عليه نقوش فرعونية، هي تقريبا نقوش فرعونية لان انا مش واضحة بالنسبة لي جدا، بس الحجر دوت الحجر ده الوحيد اللي مختلف من جميع العمدان اللي موجودة في المسجد، اللي منقوش عليه بلغة مش عارف هيروغليفي ولا فرعوني. ده العمود الوحيد اللي منقوش في عمدان دي كلها. والمكتشف بقى في المسجد ان في بير ميه عمقه 40 متر تحت. تعال نشوف البير. نور تليفونك وانت تشوف. بس طبعا الميه ريحتها غيرت. نولع الاضاءه ونشوف البير مازال في ميه ولا لا. اهي تلمع. بس طبعا ريحتها غيرت. شايفين كده؟ انتوا شايفين ضوء الفلاش؟ عمق البير 40 متر، ولكن ضوء الفلاش عامل لكم انعكاس في الميه. كان مستعمل للوضوء وسقي الناس بره من هنا. الترومبه بره بتسقي الناس بره، وكان بيروي هنا الجنينه هنا. البير ده كانوا بيستخدموه للوضوء، كانوا عاملين له ساقيه هنا بس اللي هي مقفوله دلوقتي. مكان اكتشاف، مكان يعني مليان بالعظمه، مليان في نفق وفي بيع، يعني مش اي مسجد تدخلوه هتلاقوا في الحاجات دي خالص، ولكن من الاماكن النوادر جدا ان انا دخلتها. من الفخار العجينه بتاعتها مش خرسانه. شايفين القبه دي؟
اللي محدش عارفه بقى ان القبه دي مش مبنيه بطوب. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم ازاي. القبه ديت مبنيه بالماده اللي بيعملوا بقى الفخار. عارفين الفخار اللي بيتعمل منه القلل والحاجات ديت؟ دوت معمول من الفخار. هتقولوا لي ازاي بالحجم ده؟ هقول لكم سبحان الله، معمول بسمك معين، يعني معموله بسمك معين من الفخار، وعمرها بيتراوح حوالي 700 سنه. انتوا مستوعبين؟ ما ينفعش اوثق المسجد الجميل ده من غير ما اصلي فيه، وانا منتظر صلاة المغرب عشان اصليها من مسجد الطنبغة المداني. وبكده الحمد لله تبقى مغامرتنا خلصت. واهم حاجة دعمكم ولايك، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد ومغامرة جديدة. متنسوش اللايك عشان ده دعمكم الوحيد اللي مخلينا مكملين لحد دلوقتي.